لا، هو جود مورنينج فعلا. عايزاكي تسألي نفسك كام مرة فكرتي انا ليه ما بمسكش فلوس، ليه ما معيش فلوس، ليه مش قادرة يكون معايا 5000 جنيه او 10000 جنيه. النهارده في الفيديو ده هقولك ازاي بمنتهى السهولة يكون معاكي مبلغ مش اقل من 5000 جنيه ولحد 10000 جنيه. ابسط الطرق لتنظيم الفلوس، وهعرفك الخطوات كلها، والموضوع سهل جدا وبسيط ومفيش اسهل من كده خالص. اول حاجه، لو ما كنتيش لسه شفتي الفيديو بتاعي بتاع ال20 جنيه، ارجعي وشوفيه لانه هيفيدك جدا. ازاي تقدري ان انت تشتري ذهب وميزانيتك في اليوم بس هتكون 20 جنيه. طيب هنشوف بقى النهارده ازاي نوصل ل10000 جنيه من غير رغي كتير. بقى تعالي اقولك ازاي تقدري توصلي لمبلغ 10000 جنيه في خلال 10 شهور بمجهودك انت لوحدك. معلومة صغيرة بس عايزة اقولها، انه دي مش شطارة مننا ولا اي حاجة، لكن ده بيكون توفيق من رب العالمين، يعني ده الاساس في الموضوع. هنبتدي اول حاجة اننا هنكتب على كل ورقة من دول الشهر اللي احنا فيه. يعني احنا مثلا دلوقتي خلصنا شهر 4، هنبتدي في شهر 5، فهنكتب شهر 5. وكل اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل زي بوكسات صغيرة كده، 30 واحد بالظبط، على قد ايه عدد الايام. الشهر 31 يوم او 30 يوم مش مهم بالنسبة لنا، كل اللي يهمنا اننا في الاخر نعمل 30 بوكس من دول. بالطريقة دي هنكمل كل البوكسات، وهرجع اقول لكم بقى بعد كده هنعمل ايه. انا كده خلصت عدد البوكسات بتاعتي 30 بوكس. هبتدي بقى ان انا اعمل لكل الشهور اللي بعد كده، هبتدي ان انا اعمل بنفس الطريقة دي نفس عدد البوكسات. وبالمناسبة لو لسه ما عندكيش اجندة زي دي في حياتك، فعايزة اقولك انك فايتك كتير جدا. تنظيم الافكار وتنظيم الحياة عموما مهم جدا ان يكون عندك حاجة زي كده، وما تعتمديش خالص على نوت على الموبايل او ايباد او ايا كان. لا، خليكي دايما مع الورقة والقلم، بيكون اظبط واحسن. طيب ايه فكرة التحدي ده؟ ده فكرة تحدي ال10000 جنيه. طيب انا هعمل التحدي ده ازاي؟ اللي مطلوب مني كل يوم ان انا اجيب ورقة ب20 ورقة ب10 واحطهم في الظرف بتاعي او ايا كان الكيس اللي انا بحوش فيه. انا ليه بفضل كيس زي ده؟ لان هو مساحته كبيره، فان شاء الله لما المبلغ يكبر معاكي هتحتاجي ان انت تكوني بتشيلي في حاجه حجمها كبير. ف لو محفظه او كيس كده، كيس فلوس او ايا كان، مش هيكفي. فخليكي دايما في حاجه ايه تكون مساحتها يعني تسمح. كل اللي مطلوب منك هما ورقتين زي دول كده بالظبط، وهتشيليهم كل يوم في الظرف بتاعك او في الكيس بتاعك، وهتبدأي ان انتي تعملي تك. بس كل يوم كل اللي مطلوب منك تعمليه ان انتي هتقولي تمام، اليوم ده انا حطيت في الكيس بتاعي المبلغ المطلوب مني. دي جمعية انتي بتعمليها مع نفسك، بتلتزمي فيها وبتحطي المبلغ بتاعك ايا كان المبلغ اللي هتحطيه، ما تلمسيهوش، ما تجيش ناحيته. المبلغ ده انتي عايزه توصلي للرقم ده، فبالتالي ما تنقصيش منه حاجه عشان ما تحسيش باحباط. خليكي دايما محفزه نفسك، ويكون افضل واحسن لو انتي محدده الفلوس دي انتي عايزه تعملي بيها ايه. هل انتي عايزه تشتري بيها ذهب؟ هل انت عايزه تجددي مطبخك؟ هل انت عايزه تشتري لبس لسيزن، مثلا لسيزن الشتاء، لسيزن الصيف؟ هل انت عايزه تسافري بيهم مثلا دهب، او تروحي بيهم اي حته ايا كانت هي ايه؟ هل انت مثلا عايزه تدفعي، لو انت مثلا عايزه تدفعي مصاريف مدارس، عايزه تجيبي مستلزمات مثلا بتاعه مدارس، سبلايز او ايا كان، عايزه تعملي تجددي ليفنج عندك، عايزه تشتري مثلا بتروحي مكان معين مثلا وحابه ان انت تشتري منه حاجات، دايما تحسي ان انت ما معكيش فلوس، عايزه تجددي حاجه مثلا في البيت، الاضاءات، الستاير، ايا كان التاسك اللي عندك، ايا كان الحاجه اللي انت عايزه تنجزيها في خلال 10 شهور باذن الله هتقدري بالطريقه دي انك توصلي لها. وفي نفس الوقت مش هترهقي نفسك. ال30 جنيه دول هتخصميهم كل يوم من المصروف اللي بتاخديه. اعتبريهم يا ستي دول مصروفك الشخصي حتى، يعني اعتبريهم لو مثلا الاكله بتكلفك 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه ايا كان في اليوم، المصروف اللي انت
بتاخديه عشان تعملي بيه حاجه في البيت، اخصمي منهم 30 جنيه كأن دول مصروف ايدك انت الشخصي مثلا يعني احنا بنفترض حاجه زي كده، و شيليهم في الظرف وعلمي على اليوم اللي انت تكوني خلصتي فيه. يستحسن طبعا ان الايام تكون مترقمه، عشان او على الاقل حتى مثلا رقمي بس الاولانيين دول عشان بس تبقي عارفه انت ماشيه ازاي. والالتزام مطلوب طبعا، بس هتلاقي فرق كبير جدا، وفعلا هتمسكي مبالغ كبيره من الفلوس، مش هتصدقي ان انت فعلا كنت ممكن توصلي لحاجه زي كده. انا بقى بقول لك ولا تستني انك تشتري حصاله مترقمه، ولا مثلا حصاله مكتوب عليها يوم 5، يوم 10، يوم 20، يوم 30، لان في حصالات بتاعه التحدي دي، في حصالات كتيره جدا بيبقى مكتوب عليها مثلا انك النهارده تحطي 5 جنيه، لا تاني يوم تحطي 100 جنيه او ايا كان. لو متوفر معاكي 100 جنيه فتحطيها تحطيها يعني في الحصاله وتشطبي على 100 جنيه، لو متوفر معاكي 5 تحطي ال5 وتشطبي على 5 جنيه. فالطريقه دي ما فيهاش استمراريه قوي يعني الى حد ما مرهقه شويه، لكن الطريقه اللي بقولك عليها دي هي انك كل يوم تصحي عندك تاسك ال 30 جنيه دول بتحطيهم في الظرف بتاعك، هتلاقي نفسك انجزتي. ولو ما قدرتيش ان انت تكملي لمدة سنة 10 شهور، خليكي يا ستي في التحدي بتاع ال5 شهور بنفس الطريقة. تقدري ان انتي تحوشي 5000 جنيه في خلال 5 شهور لو كل يوم بتشيلي 30 جنيه. الطريقة دي بجد هتحفزك جدا، وهتخليكي تحققي حاجات كتيرة جدا ممكن تكون بسيطة بس انتي ما بتقدريش تعمليها بسبب ان على طول المصاريف ملاحقاكي، على طول الالتزامات وراكي، بتحسي ان انتي مش قادرة ان انتي تعملي حاجة لنفسك او تنجزي حاجة. لكن الحاجات القليلة دي او النوى اللي تسند الزير، هي دي النوى اللي تسند الزير، هي دي اللي فعلا هتلاقي نفسك بتحققي بيها حاجات كتيرة جدا انتي ما كنتيش تتخيليها. انا واحدة من الناس بطريقة التحويش البسيطة دي قدرت ان انا اجدد المطبخ بتاعي، وان شاء الله هوريه لكم. قدرت ان انا اجيب فيه حاجات كتيرة جدا كنت بحتاجها. بس اهم حاجة عايزة اقول لكم عليها كمان من ضمن طريقه التحويش دي، هي ان انتوا تحاولوا ان انتوا تمتنعوا عن الصرف شويه. يعني بلاش يبقى عندكم مثلا خلوا كل الاهداف بتاعتكم والاحلام بتاعتكم في فكره ان انتوا بتنجزوا بس التاسك ده. لكن لو فضلتي ان انت تحلمي مثلا انك عايزه تجيبي كل يوم لبس او جزم او شنط او ايا كان بقى او حتى رفايع في المطبخ، الحاجات اللي دايما يعني بتاخد فلوسنا دي وبتروح فلوسنا عليها، حاولوا ان انتوا تقللوها او تلغوها تماما كمان لغايه اما تخلصوا التحدي بتاعنا ده. وبعد ما تمسكوا المبلغ في ايديكم وتقدروا ان انتوا تحددوا بقى يعني انتوا معاكم كام بالظبط وماسكين الفلوس فعليا في ايديكم، تقدروا بقى ان انتوا تجيبوا بقى اللي انتوا عايزينه. وحتى دايما خلوا عندكم لستة. مثلا انا حاجه من الحاجات اللي دايما بعملها هي ان انا بخلي عندي دايما لستة بقول فيها الحاجات اللي انا عايزه اشتريها ايه، والاولويات بقى بتاعتها بتبان معايا مع الوقت. فلغايه ما اوصل للمبلغ اللي انا عايزاه بكون عرفت انا فعلا ايه اللي محتاجاه وايه اللي انا مجرد بس نفسي اشتريه وخلاص. وبس كده، ده الفيديو بتاعي للنهارده. استنوا بقى فيديوهات تانية هقول لكم ازاي نكمل بقى الكلام بتاعنا بتاع الديكلاترينج، وازاي ان احنا الحاجات اللي احنا موجوده عندنا في البيت اللي مش محتاجينها نطلع منها فلوس. هقول لكم ازاي بخلي الموضوع ده سيستماتيك، وازاي بنظمه بحيث ان انا اقدر استفيد قدر المستطاع من الحاجات اللي موجوده، وايه هي انواع الحاجات اللي في البيت موجوده عندنا اللي ساعات كتيره ما بنحتاجهاش وممكن نطلع منها فلوس. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.